التعليق جاهزان للمتعة بإذن الله. إذا أصدقائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المباراة التي على أبواب الانطلاق الآن. مباراة قمة، مباراة منتظرة جدا ينتظرها الجمهور، وهنا نلاحظ امتلاء المدرجات في انتظار هذه المتعة الكروية، هذه السهرة، سهرة كرة القدم. حركات ممتازة للوصول إلى منطقة التمرير العرضية. تمريرة جيدة، يتواصل تبادل التمريرات والكرة في مكانها. كرة طويلة والتر سامويل، شوف الانقاذات مرتدة على الأبواب وحده بدون مساندة، كان يحتاج أكثر للاعبين في منطقة الجزاء. تسليم واستلام والكرة يبدأ فيها اتاك. ها هي التمريرة العرضية جاية. ثابتة ودقيقة. يحمل الكرة ومعه مساندة، هناك لاعب معاه. في 10 دقائق ربع ساعة. تمريرة مميزة ثابتة ودقيقة. اتفكت الكرة بسرعة، استعادها. ستعود من تماس. كرة تخرج، رمية جانبية. تاكل في وقت مناسب. الموقع مناسب للتمرير. تسليم واستلام والكرة يبدأ فيها اتاك. ليو ميسي، ليو ميسي، تمرير عرضية ولا أروع. أكيد في المرمى. هدف روعة، هدف فيلم، هدف مزيكا، هدف يبقى في الأساطير، هدف يحكى في الحكايات، هدف يروى للأولاد، هدف يستعد به الذكريات. شوف لغة الأحفاد، تكلم يا ملك الكلمات، العب. مبروك علينا هذه البداية وما زال 1-0. دقيقة 30. بكرة قدم جميلة، فريق واثق من نفسه في انتظار وجود الثغرة للانطلاق أمام المرمى. تمريرة حلوة، كرة طويلة. كرة مشتتة بالخارج. تماس آخر يتنفذ الآن.
تمريرة جيدة، يتواصل تبادل التمريرات والكرة في مكانها. نشوفوا تمريرة عرضية. اظن عبد الله هذا اللاعب معروف عنه التسديدات الصاروخيه، كثيرا ما يجد الثغره يسجل، يفكر على طول في التسديد، وهذه نقطه قوته بصراحه. دائما نقول بالنسبه للكره العربيه لازم نستفيدوا من العالميه، انه نحاولوا نسدوا اكثر على المرمى، هي ممكن نقطه ضعف في اللاعب العربي. بالفعل يا عصام، هذا اللاعب دائما تسديداته وشباك كانه يتحكم بالكره بالريموت كنترول، لكن هذه المره فلتت الكره لخارج ارضيه الملعب وعدت بسلام. تسديدة على المرمى، كرة تضرب على القائم وترجع. محاولة تسديدة قوية. الآن كورنر. تمريرة عرضية ولا أروع. بيبي. الشوط الأول ينتهي اللحظة باش نرتاح. عودة اللقاء في الشوط الثاني. والتغيير الآن. التمريرة والكرة ترك البعيد من الدفاع. تسديدة وكرة على الجول. تمريرة عرضية ولا أروع. سيرجيو بوسكيتس. اعتراض جيد للكرة في وقت حساس. فاول يزفر الحكم. ضربة حرة بانتظار التسديدة. كرة في منطقة الجزاء ممكن الاستفادة منها. لم يتمكن من الكرة ولم يسيطر عليها كما يجب، لذلك التسديدة كانت تقريبا ضعيفة وبعيدة وضايعة. بالفعل كان متسرع بالتعامل مع الكرة، لذلك أهدر الفرصة. ليو ميسي. كرة المدافع. مخالفة واضحة جدا. بطاقة صفراء وانذار، هل هو موجود الانذار؟ قرار صحيح. حركات ممتازة الوصول إلى منطقة التمريرة العرضية. اتفكت الكرة بسرعة استعادها. كرة تمشي قدام واعتراض جميل. اتفكت الكرة بسرعة استعادها. سيرجيو بوسكيتس. تقطع الكرة. شوف الانقضاض مرتدة على الابواب. تسليم واستلام والكرة يبدأ فيها اتاك.
مازال 75 دقيقة، دقائق التوتر ودقائق الأعصاب. جول! هدف كان بشكل ملعوب، تسديدة ممتازة قبل ما تطيح الكرة على الأرض، يضرب الكرة في الوقت المناسب، يوجهها في الشكل المناسب في الاتجاه المناسب، وبالتالي هدف تبارك الله عليه. هذه الأهداف التعليق عليها ليس هو جوهر كرة القدم، هذه متعة الفوتبول. مارسيلو تسليم واستلام والكرة يبدأ فيها اتاك. بكرة قدم جميلة، فريق واثق من نفسه في انتظار وجود الثغرة للانطلاق أمام المرمى. شوطة على المرمى. نشوفوا تمريرة عرضية كانت ممتازة جدا من هذه المسافة البعيدة جدا، صاروخ حقيقة. أرض جو، هي عابرة القارات ولكن لم تعبر الشباك. خسارة يعني بضع سنتيمترات أو مليمترات حرمته من فرحة هز الشباك. صحيح عصام، اللاعب عادة لا يفقد تركيزه في مثل هذه المحاولات، في مثل هذه التسديدات، ولا أعتقد أنه فقد تركيزه، لكن ربما كان بعض الشيء يحتاج إلى بعض من التوفيق لإيصال الكرة للشباك. تمريرات للبحث عن مرتدة، مفيش إمكانية تهرب من المنافس، عنده فريق رهيب. تسليم واستلام والكرة يبدأ فيها اتاك. ممكن يسجلها. سجل. الله على قنبلة، الله على القذيفة، الله. أنت في السراء والضراء، أنت في السراء مفرحهم وأنت في الضراء يقتلهم. الهدف يمدلعهم، دلل علي الدل. تسليم واستلام والكرة يبدأ فيها اتاك. قرار حكيم والسليم في فاول. نتفق عبد الله من البداية أنها ورقة صفراء. صحيح، ولا لا اعترض على هذا. التمريرة العرضية. شوف الكرة، شوف الدفاع، شوف الكرة تتحط واللاعب يحطها في الشبكة. ها هي التمريرة العرضية جاية. تماس جديد في الماتش. كرة في منطقة الجزاء ممكن الاستفادة منها. النهاية للمباراة.